تقرير كان عاملاه صحيفة الديلي تيليجراف البريطانية عن انه اللي بيقود جماعة الإخوان المسلمين دلوقتي شخص أو عضو في جماعة الإخوان يدعى جمعة أمين، وإن صحيفة الديلي تيليجراف قالت إن المرشد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين يختبئ في لندن زاعمة حسب صحيفة الشروق حسب صحيفة الدستور زاعمة أنه يخشى من الاغتيال. يعني هو الراجل في لندن مستخبي ومكانه معلوم للمقربين لكن مش معلوم لناس كتير. وبينما من المعروف أن محمود عزت هو الذي يتولى مهام المرشد العام للجماعة بعد القبض على محمد بديع، فإن الديلي تيليجراف بتقول إنه جمعة أمين القيادي في الجماعة وعضو مكتب الإرشاد بصفته المرشد الجديد. وقالت الصحيفة البريطانية أنه تم تعيين أمين مرشدا للجماعة الأسبوع الماضي في أعقاب القبض على سلفي في القاهرة. المرشد الجديد حسب الديلي تيليجراف وهو موجود دلوقتي في بريطانيا ومستخبي يبلغ من العمر 79 عاما، انتقل إلى بريطانيا من شهرين لتلقي العلاج الطبي. استطاع الإفلات من الاعتقال بعد عزل محمد مرسي من منصبه، موضحة الصحيفة أن أمين اللي هو جمعة أمين يقيم حاليا في مكان غير معلوم في لندن. يبقى احنا الخبر الرئيسي عندنا دلوقتي انه الديلي تيليجراف نقطتين، او انه تقارير صحفية نقطتين، انه المرشد الجديد للإخوان المسلمين هو جمعة أمين حسب تقارير صحفية. وطبعا لو انت جيت كلمت دلوقتي حد من الإخوان المسلمين محدش هيرد عليك، لأنه كل واحد دلوقتي تليفونه متراقب. أي قيادة من قناة القناة محدش هيرد عليك. لو كلمت حد متحدث في الحريه والعداله مفيش حد متحدث في الحريه والعداله. كلمت حد في اي حد في المقربين او المتعاطفين مع جماعه الاخوان المسلمين ما نعرفش. فبقت اي اخبار خاصه بالاخوان المسلمين احنا ما نعرفهاش، لدرجه انه بننقل دلوقتي من صحيفه بريطانيه.